السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ استكمالا بقى للسيكوال انجكشن لتكمله الادفانسد سيكوال انجكشن. تمام. فاي ان اي هو الكورس الايوا بتاعكس طبعا. هو ايوا ما شرحناش فيه اوت اوف باند سيكوال انجكشن. تمام. ايوا بتاعكس بقى تكمله للانجكشن والادفانسد انجكشن اتاكس. فهو حط لنا هنا الاوت اوف باند سيكوال انجكشن. تمام. ايه الفرق ما بين الاوت اوف باند والان باند سيكوال انجكشن؟ تمام. احنا قلنا الان باند سيكوال انجكشن انه بيستخدم نفس القناه اللي بيبدا بيعمل بيها الكويري عشان يرجع لنا نفس الايرور. طب ازاي؟ انا دلوقتي هنا الابلكيشن مثلا وليكن اللوجن فورم. تمام. ده اللوجن فورم يبدا يتشيك منه في الداتابيز، وليكن دي داتابيز. تمام. فجوه الداتابيز نفسها في دي تشانل، نفس التشانل. تمام. انا دلوقتي في اللوجن فورم حطيت السيكوال بتاعي او السيكوال ستيتمنت اللي هو الماليشيوس بتاعي اللي هو هيبدا يعمل ايرور. فبالتالي انا لما عملت الايرور في نفس التشانل راح عمل الايرور جوه الداتابيز ورجع تاني في نفس التشانل وراني نتيجه الايرور بتاعي. فدي اسمها ان باند سيكوال انجكشن. انما الاوت اوف باند، تمام، وليكن مثلا ان انا بكتب الكومنت العادي على فيسبوك مثلا. هي هتلاقوها تلاحظوها في ثغره اسمها السكند اوردر سيكوال انجكشن، وهنشرحها ان شاء الله في الكورس. تمام. كاوت اوف باند سيكوال انجكشن ان انا مثلا وليكن دي صفحه الفيسبوك الاولى، ان انا مثلا اي كومنت بكتبه هنا بيروح يتخزن في الداتابيز. تمام. دي تشانل. في تشانل تانية بقى بتعرض لي الكومنت ده بعد ما بانجكته. انا عملت انجكت للكومنت بتاعي وليكن ان انا كتبت اسمي مثلا وعملت فيه الماليشيس كود بتاعي وراح اتخزن اوريدي في الداتابيز. بس انا ما شفتش نتيجته ده فعليا او في نفس التشانل. ليه؟ انا خلاص خرجت من البيج اللي انا فيها وعملت ريفرش ورجعت تاني اعرض الكومنت بتاعي، ولما جيت عرضت الكومنت بتاعي لقيت فعلا ان البيلود اتنفذ. لا، ومش اتنفذ بس، لا، هو اصلا الابلكيشن سمح لي ان انا انجكته في الداتابيز. فبالتالي التشانل التانية اللي هتبدا تعرض الكومنت او هتبدا تعرض الماليشيوس سيكوال ستيتمنتس اللي انا حطيتها، فده الايرور بكل بساطه يعني. انه استخدمت تشانل تانية غير اللي بتعرض، يعني تشانل بتخزن وتشانل تانية بتعرض. الفكره هنا اللي في الستيتمنت، بس الستيتمنتس. تمام. فدي الفكره ان السيكوال بيلود نفسه، تمام، حطوه في الويب سيرفر. الويب سيرفر اتعامل مع الداتابيز، تمام، ورجع له الكويري، والداتابيز رجعت تانية في تشانل تانية مختلفة عشان تعرض لي نتيجة الستيتمنت بتاعي. تمام. الهانتنج طبعا فايندينج ذا سيكوال انجكشن فولنربيلتي. طبعا الخطوات اللي هي معروفه، ان انا في الاول حاجه بدور على انبوت فاليديشن، اي حاجه ككوكيز، كسيشن، كاي حاجه ينفع انجكت فيها كجي دبليو تي، كاي بي اي. بحاول انجكت في سيكوال او بيتعامل بشكل صريح مع السيكوال. تمام. اي كويري او اي سيرفر او اي ريكوست بيتعامل اوريدي يعني بطريقه مباشره مع الداتابيز. بعرف منين؟ لوجيك باي لوجيك كده. انا بعرف دلوقتي منين ان انا مثلا حاجه بتطلب مني الكود مثلا عشان اجيب لك بيانات طالب، او كود عشان اجيب لك بيانات يا عم حيوان، بيانات سلعه معينه، سعر. تمام. السعر ده كل ده بيجي منين؟ من الداتابيز طبعا. تمام. فدي حاجات بتعرفنا ازاي يعني الريكوست ده بيتعامل مع داتابيز بطريقه مباشره او لا. تمام. الكومن انجكتيف فيلدز عندنا طبعا اليو ار ال، اللوجن فورمز، السيرش بوكسز، اليو ار ال بارامترز، الفورم فيلدز، الهيدن فيلدز، الكوكيز. هيدن فيلدز طبعا بتبقى موجوده في قلب الصفحه بس بتبقى معمول لها هيدن بالفرونت اند، فدي طبعا بتبقى ثغره مباشره يعني. الاوت باند يا جماعه بس هي مش هي اقل نوع من انواع السيكوال انجكشن. تمام. فانت مش هتقول بسم الله الرحمن الرحيم انا هعمل تيستنج على الابلكيشن فالاقي اوت اوف باند سيكوال انجكشن. لا، هي اقل حاجه، حتى هم اصلا كانوا ذاكرينها في البدايه تقريبا. تمام. تمام. خطوات التستنج بنبدا بالمانوال تيستنج، كاننا بنحط كودز في الاول، بعد كده نشوف ايرور، في ايرور تايب يبقى عرفنا نوع انه ده ايرور بيست، وبعد كده لو ما فيش ايرور يبقى ده ايه؟ بلايند سيكوال انجكشن. تمام. بنبدا نعمل كده، خلاص عرفنا ان المكان ده فيه ايرور. تمام. سواء كان شفت ايرور او ما شفتوش بعد ما انجكت الكودز دي، خلاص ببدا دلوقتي بقى ان انا مش حافظ كل البيلود او مش هقعد ادور بيلود، فابدا احطهم على تول زي سيكوال ماب او واسب زاب او بيرب سويت عشان اقدر اعمل لهم فازر يعني. تمام. الانجكشن السيكوال الاوت باند سيكوال انجكشن. تمام. من ضمن الاتاك بتاعه ان انا ابدا اربطه باس اس ار اف. تمام. يعني هل السيكوال انجكشن ينفع تربط بالاس ار اف ازاي؟ تمام. ان انا اعمل كويري، بس الكويري انا مش هربطه، يعني هو بيمنعني، بيبقى الكويري نفسه بيمنعني ان انا اوصل بشكل صريح للداتابيس، فابدا اربطه باس اس ار اف، باتاك اس اس ار اف في نفس البيلود، بحيث ان انا اقدر اوصل لسيرفر تاني او حاجه تانيه او انترنال سيرفر تاني. وهنبدا نشوف قدام ده بعد كده لما نربط السيكوال انجكشن بالاس اس ار اف.
الانتجر بيست انجكشن، تمام. كل ده اتشرح قبل كده. والبيلود اللي ترو والبيلود الفولس، تمام. 1 ناقص فوق يعني واحد، الفولس ده بزيرو، واحد ناقص زيرو بواحد، فريتيرنت واحد هيرجع بواحد لو اف فولنربل. يعني لو الابلكيشن مصاب فعلا هيرجع لي ترو. يعني ايه ترو؟ مش هيرجع لي واحد في الصفحه، لا هيرجع لي الصفحه اللي انا محتاجها. فانا بعرف ازاي ان الاتاك اشتغل. ان انا مثلا طلبت وليكن مثلا مثلا اي دي رقم خمسه، اي دي رقم خمسه ده فيه بيانات احمد مثلا، تمام. فلو رجع لي بيانات احمد يبقى صح، الاي دي صح. طب لو انا حطيت ايرور هنا ما رجعليش احمد، فعرفت ان في ايرور هنا، تمام. فابدا احط البيلود بتاعي لحد ما هوصل ان شاء الله البيلود صحيح، فبالتالي هيرجع لي بيانات احمد، او هيرجع لي بيانات تانية اللي انا بطلبها في البيلود نفسه. اوكي. السترينج بيز طبعا الفازر، الترو والفولس، الاكسبلويتيشن والسنجل كوتس زي ما قلنا، الاكسبلويتنج ذا سنجل كوتس، تمام. انك تحط السنجل كوت البيلود الطبيعي، اكسبلويتنج السنجل كوت، تمام. الداتابيس فينجر برينتنج، نعمل داتابيس فينجر برينتنج في الريكونسنس عشان نعرف هو شغال بأني كويري، شغال بأني سيكول. ممكن يبقى شغال بماي سيكول، شغال بسيكوال سيرفر، شغال بأي نوع سيكول، ممكن شغال أصلا نو سيكول. فتخيل يبقى شغال نو سيكول وأنت بتحقن بيلود سيكول انجكشن. فالريكونسنس مهم يعني. الداتابيس سبيسيفايد سيكوال بيلودز، ان بيقول لك ان في بيلود بتختلف زي ما قلنا، ان بيلود بتختلف في زي الكومنت. ماي سيكوال بتستخدم كومنت زي ده، سيكوال سيرفر بتستخدم كومنت نفس الكومنت بس لازم يكون بعده كاركتر بلس بلس موجب يعني، تمام. بنستخدم حاجه زي او اس تيستنج جايد، اللي هو او اس تيستنج تشيك ليست، تمام. كتشيك ليست بنعلم كده يعني، اللي هو تيستنج سيكوال انجكشن. طب خلاص يبقى في كذا بوينت، البوينت اللي تخلصها مثلا انت عملت ايرور بيست، خلاص ما لقيتش حاجه، خلاص تخش على البلايند بيست ما عملش حاجه، خلاص تخش على الاوت اوف بيت، خلاص. وبيبدا بقى الميثودولوجي بقى وهنشوفها قدام، تمام. دلوقتي بيرجع تاني على الثغرات التانية، هي نفس الثغرات بس بطريقة يعني مش مش الثغرات اللي انتم متعودين عليها، لا هي ادفانسد، في ثغرات ادفانسد، فبيبقى صعب انك تلاقيها باشكال مختلفة غير اللي انت شفتها، ببيلود مختلفة غير اللي انت شفتها، تمام. عشان يبقى اكيد بيبقى في حماية، مش هنحط لك يعني مش هنحط لك حاجة يعني بتشتغل كده زي بيلود زي ده مثلا. مش هتلاقيك بنحط لك بيلود زي ده ونقول لك يعني وهيشتغل يعني. ممكن يشتغل بس محتاج بيلود ادفانسد يعني، الا ما كناش عملنا الموديول ده اصلا، تمام. السيكوال انجكشن ميثودولوجي دي اللي عاوزين نوصل لها دلوقتي يعني، تمام. انت في الاول بتعمل ايه في السيكوال انجكشن ميثودولوجي؟ انا بندور على انتري بوينت، تمام يا احمد. انا دورت على لقيت الانتري بوينت. انتري بوينت اللي هي ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون يو ار ال، فروم فيلدز، هيدن فروم فيلدز، تمام. تشيك بوكس، سيرش كويري، سيكوال كويري ستراكشر، اي حاجه بدور فيها. الدي بي ام اس ايدنتيفيكيشن زي ما قلنا انك سيرتين سيكوال كي وورد سبيسيفيك بارتيكولار، بتدور على كلمات مفتاحيه لداتابيز معينه للدي بي ام اس، تعرفك ايه نوع الداتابيز اللي موجوده في الدي بي ام اس. بعد كده الانيشال تيستنج، تمام. التستنج الحقيقي بقى، خلاص انا ببدا تيستنج بقى، ببدا احط كودز، تمام. اشوف الكودز هل سببت ايرور او لا، او هل اصلا هل بتنتر اكت مع الداتابيز بشكل طبيعي او لا. دي حاجه بس. ببدا احط الايرور الاور الاند. شفنا لما كنا بنشيل الكوتس، لما كنا اصلا الكويري نفسه محطوط فيه كوتس، فبالتالي كنا بنحط كوتس عشان نقفل الكويري. ولو ما كانش فيه كوتس فما بنحطش كوتس تانية عشان هو اصلا ما فيش كوتس، فبالتالي هنقفل الكويري مش موجود اصلا، تمام. انيشال تيستنج بعد كده، انيشال تيستنج ده بيتضمن برضو فعلا الاوتوميتد، تمام. كاوتوميتد ومانوال، اعذروني على بشاعه الخط يعني، تمام. الاوتوميتد والمانوال، تمام. الايرور بيست تيستنج بقى، خلاص انا اول حاجه بقى انيشال تيستنج بدور بقى هل في ثغره اصلا ولا لا. خلاص اكتشفت ان في ثغره بحاول اتجاوزها، تمام. لان هيبقى انت هيقابلك، لان معظم 90% من الابلكيشن اللي هيبقى شغاله اصلا بسيكوال هتلاقي عليها فاير وول، اللي هو الواف، ويب ابلكيشن فاير وول طبيعي. فانت بقى هنبدا بقى ازاي نشوف ايه هو نوع الفاير وول، نخش على واف، نخش نعرف ايه هو الفاير وول ده شغال ازاي اقدر اعمل له ايفيشن، تمام. بطرق بيولوجيك كده بدماغك كده، تمام. ايرور بيست سيكوال تيستنج، الايرور بيست زي التايم بيست، والايرور بيست زي ما قلنا الرو سليب، وزي ما شفنا السب سترينج، كل الكلام ده. البلايند سيكوال تيستنج بعد كده اشوف بقى ايه، انا مش شايف ايرور، لو ما شفتش ايرور، لو اتعمل له زي ما شفنا قبل كده، لو اتعمل له كيل اور داي يعني كان ايه، كان ريموف اور داي، تمام. ريموف اور داي السيكوال ستيتمنت دي، تمام. المفروض ما اكتبش يعني اسيبها كده وخلاص.
فابدا البلايند سيكوال تيستنج. تمام. ابدا احط البيلود بتاعتنا، هنتدرب عليها كتير ان شاء الله. اليونيون بيست تيستنج بعد كده بقى اليونيون بيست تيستنج. لو انا عاوز اليونيون بيست تيستنج واحده من يعني من اهم الحاجات اللي انت هتقابلها في السيكوال انجكشن. ليه؟ لان انا بحدد سبيسيفاي انا عاوز ايه بالظبط. انا يعني انا دلوقتي انا عاوز مثلا، عاوز في كولوم مثلا، ادي كولوم ده اليوزر نيم، كولوم من الباسورد، كولوم مثلا الادرس. انا عاوز احدد الكولومز دي، عاوز استخرج كولومز معينه من الكولومز دي. تمام. نشوف الكولومز اللي انا عاوز استخرجها. فبالتالي بتبقى ليها اكبر امباكت. تمام. لان انا ممكن ما اقدرش اوصل لداتا بيز معينه، بس اقدر اوصل لكويري معينه. تمام. في ناس بتشتري الداتا دي بمبالغ يعني، فالشركه مش هتستخسر انها تدفع مبلغ في حاجه زي كده يعني. تمام. زي ما شفنا اليونيون سيلكت، وهناخد الاوردر باي 1 عشان نحدد عدد الكولمز، اوردر باي 2، اوردر باي 3، وبعد كده نعمل الكومنت بتاعتنا. الادفانسد بقى، الادفانسد تيستنج بقى، تيست اوت اوف باند، الاو بي، اسمها اوت اوف باند سيكوال انجكشن. زي ايه؟ ان انا مثلا اقارنها او اربطها باس اس ار اف. تمام. لما اقدر اجيب من السيرفر دي ان اس او اتش تي تي بي ريكوست، ده معناه ان انا قدرت اربطه باس ده الاس اس ار اف. تمام. ف وهنشوف ازاي نربطه باس اس ار اف. نربطه بيرب كولابريتور زي ما قلت لكم. اقدر اعمل عليه تشيك، فبالتالي يعني امباكت مضاعف يعني اس اس ار اف جوه سيكوال انجكشن. وبعد كده نشوف السكند اوردر فولنربيلتي، ان انا مثلا انجكت كومنت في سيكوال ستيتمنت اللي هو الايرور سيكوال ستيتمنت. بعد كده ابدا اعرض السيكوال ستيتمنت ده في صفحه تانية او في مكان الكومنت بتاعي، بالتالي يحصل الايرور. تمام. الاوتوميتد تيستنج بقى بستخدم واتساب، سيكوال ماب، بيرب سويت، او استخدم حتى فاز، اي ابلكيشن بيعمل فازر زي زي فاز، كل ابلكيشن. الفاليديشن بقى اند اكسبلويتيشن بقى، خلاص انا اكتشفت ان في ثغره وقدرت اتمكن من البيلود اللي يقدر يطلع لي بيانات. ابدا اعمل له اكسبلويتيشن بقى. بص انا عاوزك هنا تبدع بقى. هتعمل ايه بقى؟ والله هطلع لك بيانات، همسح لك التيبلز كلها، والله يعني هدمر لكم الشركه يعني. ده الاكسبلويتيشن بقى. تمام. اقدر اطلع مثلا من الاكسبلويتيشن ده ار سي اي. يا سلام، اتحكم في السيرفر كده يعني، حاجه اللي هو عيش بقى جو هاكر يعني، انت هاكر يعني. فمش اللي انت تقدر تعمله هتعمله. ده اكسبليشن، ده اخر حاجه بقى. تمام. والله عاوز تبلغ عنها وتاخد لك ال 3 4000 دولار، خدهم. مش عاوز تبلغ بقى وعاوز تبيعها بقى في سوق سودا بقى ب 30 40 الف دولار يعني. يعني انت الامر يرجع لك يعني. سيكوال تشيك ليست. تمام. هنشوفها على واسب تيستنج جاي. تمام. دي السيكوال بدي بنرجع لها بعدين. فدي الفكره كلها. تمام. ان انا ببدا اشوف التشيك ليست. تعال نرجع نشوف هنا مثلا واسف، اسف، واسف تيستنج جايد، تيستنج جايد. اوكي. تعال نشوف الموديول بتاع السيكوال انجكشن اللي فيه الريليسز هات 4.2. تعال ندور كده على السيكوال انجكشن، سيكوال انجكشن. ادي موديول السيكوال انجكشن. تمام. بيبدأ بقى يديك شوية تعليمات بقى، فين الأماكن اللي أنت المفروض تحقنها فيها. هتحقن فين؟ التست أوبجيكتيف، هاو تو تيست. تمام. مايكروسوفت بيعرفك أنواع السيكوال، ماي سيكوال، سيكوال سيرفر، الكلام ده. ده شكل بيلود 1 اور 1 ايكوال 1. تمام. ده مثلا عاوزك تجيب صفحة ادمن أو حاجة. تمام. وما شاء الله الشيك ليست كبيرة جدا يعني، كبيرة جدا. تخيل كل ده. ويعرفك بقى ايه الستورج برودكت انجكشن بروسيس، انا اسف، بروتكت اليو ار ال انكودنج. طب انا دلوقتي انا في جوه اليو ار ال، فطبيعي مش هحطها كده، فهيتعمل له انكودد. ممكن اعمل له دبل انكودد زي ما شفنا في الباس ترافيرسال يعني. سيلكت 1 اكزيك. ممكن احط كوماند يعني كومنت جوه السيكوال ستيتمنت. تمام. تمام. التولز اللي ممكن تستخدمها سيكوال انجكشن فازنج، اي حاجه بتعمل فاز زي زي فاف مثلا. السيكوال بي اف تولز، الباندر. ايه التول دي؟ انا ما شفت التول دي. تمام. وبيقول لك الريفرنس يعني، وانواع الداتابيز اللي انت التكنولوجي سبيسيفيك تيستنج جايد، اوراكل، مايكروسوفت سيكوال سيرفر، اور نو سيكوال. تمام. يعني هل احنا اكتفينا بكده بس؟ يعني هي دي بس؟ هو دلوقتي 4.2 تيستنج تشيك ليست اللي هو اي دي. انا تعب نفس الايه، ايكوال انجكشن. اوكي. تعال ندور هنا. ادي السيكوال انجكشن هنا من اول 7 و5.
هيكون من اول 7 للانبوت فاليديشن تيستنج، من اول السبعه اللي هو 4.7 لحد 4.8 اكيد يعني لحد 4.5.6. بعد كده بقى الاورم انجكشن وال دي اي بي انجكشن هنبقى نرجع لها لما يجي وقتها ان شاء الله. ده من ضمن الادفانسد انجكشن، والاكس ام ال والاس اس اي انجكشن بتاع السيرفر سايد تمبلت انجكشن والاس اس تي. تمام. كل ده والاكس باث انجكشن ده تبع الاكس ام ال انجكشن. كل الكلام ده هنشوفه ان شاء الله، يعني ما تستعجلوش يعني. خلاص كده دي ده النظري في حوار الاوت اوف باند، وان شاء الله نخش على اللابات. اشوفكم ان شاء الله.